صباح الخيرات عليكم وعلى عيونكم وعلى بيوتكم. النهاردة هنعمل بقى فطار ملوكي، نغير شوية بقى من الفول والطعمية والجبنة والحاجات دي. سلقنا شوية بطاطس حلوين زيكم كده وبدأنا في الحوض بتاعنا نقشر البطاطس تحت المية. طبعا سلقاها بالطريقة دي أفضل عشان بيحتفظ بقوام البطاطس بتاعتي. هنبتدي نهرسها زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد ما هرسناها زي ما احنا شايفين كده نبتدي بقى نبهرها ببهاراتنا الجميلة. اول حاجة من بهارات وسيد البهارات زي ما بيقولوا هي رشة الملح الجميلة. نبتدي نحط رشة ملح حلوة كده، ونبتدي نحط مرقة جميلة وشوية شطة وحبة بابريكا زي ما انا حباها حامية او غيرها، حبة كركم حلوين، وهنبتدي كده نحط شوية بودرة بصل ورشة دقيق وشوية كرفس كده او بقدونس، ونحط بقى في البطاطس بتاعتنا. بلاش بصل ولا اي حاجة عشان الخلطة دي ما تفكش مننا. طبعا لو في معلقة نشا معانا عشان تبقى مقرمشة وجميلة. هنبتدي ندلكهم كلهم مع بعض كده، وبعد ما وصل معايا للشكل ده اي عيش عندي مثلا يبس او نشف هنبتدي نمسكه ونقطعه كده مع بعض بأي طريقة، أي نوع عيش سواء فينو أو بلدي رقاق أيا كان. وفي الكبة بتاعتنا نبتدي نطحنه كويس جدا. نجيب بيضتين ونبتدي نربهم ونحط عليهم شوية بابريكا، أنا بحب البابريكا جدا في الأكل. وهنبتدي نربهم زي ما احنا شايفين كده. طبعا العيش أنا مطحنتهوش طحنة جامدة. وهنبتدي نبل ايدينا بشوية زيت. طبعا في الأول ما كنتش بليتها فالبطاطس كانت بتلزق في ايدينا. هنبتدي كده نحطها في البيض بتاعنا وننزلها في الخليط اللي احنا عملناه بالعيش او السميد. لو عندي اي حاجة بقسماط فيجيتار يغني يعني. وهنبتدي كده نعمل مع بعض بقية الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. هنزلها الاول في البيض وبعد كده في العيش اللي انا طحنته، وفي زيت غزير هنبتدي ننزل. طبعا درجة الحرارة بتبقى متوسطة. انا طبعا لو عندي قطع فراخ، قطع شاورما، قطع لحمة، كل ده في الوصفة دي ينفع. عندي لانشون، عندي بسطرمة برضو ينفع يعني لو حطيته مع البطاطس. هنبتدي نقليه على مية متوسطة زي ما احنا شايفين كده. بيطيب يعني ما بياخدش وقت خالص معانا. وصفة جميلة جدا، تنفع غدا، تنفع فطار، تنفع عشاء، في اي وقت ما تقولش لا. تمام زي ما احنا شايفين مع بعض كده. هنجيب بقى معلقتين زبادي، لبن رايب عندي، ونبتدي ننزل عليهم بشوية طحينة حلوين. نشكل بقى، ما احنا لازم نفطر فطار ملوكي. فص ثوم، شوية ملح، حبة خل، ونبتدي بقى نربهم مع بعض. يطلع لي احلى صوص مع البطاطس دي، حاجة خرافة وبألف هنا وشفا. ويا رب اكون وصلت لكم المعلومة صح.